أهلين متتبعين تاعي، اليوم جيتكم بوصفة البوراك باللحم المفروم. وش راح نسحقو فيها؟ نسحقو نصف حبة بصل، راح نعبيوها مليح ومن بعد راح نقليو هذاك البصل حتى يتكرمل. هذه الطريقة مهمة جدا، لازم البصلة تاعكم تقليوها مليح. راح نزيدو نصف ملعقة ملح وقليل من الفلفل الأسود، هذا ما نسحقو. أما على الجبن راح نسحقو ملعقة ونصف ولا أي جبن متوفر عندك في البيت، وحنسحقو ربع كاس من الحليب. إضافة الحليب راح يخليه يجي مشمر. وأيضا راح نزيدو زيتون ومعدنوس. أحيانا نقطعو حبة الديول إلى نصفين وراح نديرو كطبقة أولى اللي هي الجبن، ومن بعد نديرو لاصوص تاعنا تاع الفيونداشي وراح نطيبوهم عادي كيما ما فين نطيبو. راح يجي هذا البوراك روعة يا البنات، جربوه ما تندموش عليه. أما على التوابل ما تكثروش، ديروا الملح وفلفل أسود. وعلى التزيين اختياري، كاين اللي يحب يدير القارص اللي متوفر عنده يدير، وش عندك في الدار تقدري ديريه كتزيين. والمهم البنات اللي شافت الوصفة وعجبتها تابعوني قناتي وتفعل زر الاشتراك.